واحتلال فرنسا للجزائر لم يكن كما كان يعتقد بعض المساكين من أجل نشر الحضارة في الجزائر، فقد كانت الجزائر أكثر تحضرا ورقيا من فرنسا، بل إن فرنسا كانت عاجزة عن سداد ديونها الكبيرة لدى الجزائر وقتها، حيث كانت الجزائر تقرض فرنسا قبل غزو فرنسا لها. وكانت الحضارة العلمية والتقدم المدني في الجزائر يفوق بكثير التخلف الحضاري الذي كان سائدا في فرنسا. ويكفيك أن تعلم أن صناعة العطور الفرنسية جاءت بعد انتشار الروائح القذرة في شوارع باريس، الأمر الذي دفع الفرنسيين لصناعة العطور للتخفيف من وطأة تلك الروائح الكريهة، بينما كانت شوارع الجزائر العاصمة مثالا حيا للتقدم الإسلامي. ويكفيك أن تقرأ ما كتبه الرحالة الألماني فيلهام شيمبرا حين زار الجزائر في شهر ديسمبر من عام 1831، حيث قال: لقد بحثت قصدا عن عربي واحد في الجزائر يجهل القراءة والكتابة، غير أني لم أعثر عليه، في حين أني وجدت ذلك في بلدان جنوب أوروبا، فقلما يصادف المرء هناك من يستطيع القراءة من بين أفراد تلك الشعوب الأوروبية.